المقادير ديال البهله اللي غادا نديرها في السكر كلاصي هاد المره. عندي هنايا اللوز تقريبا انا خديت زلافه طحنتها، واللوز كيكون خضر وطحنته الجلوف ديالو، والجنجلان تا هو حمرته شويه وطحنته ماشي بزاف، غير تفرشش، ماشي طحنت ليين بزاف ولا غير بحال هكا. باقين فيه شي حبيبات، وعندي زلافه ديال السكر سنيده وزلافه ديال الزيت. ودائما الخميره هذه الزبده اللي كنخدم بها هذه ديال التوراق 4 و3 الخمارات والملحه وشويه الخميره ديال الخبز شويه ماشي بزاف والقرفه، وعندي السكر كلاصي سبيسيال ديال الحلوى، وعندي كيلو ديال الدقيق. هاد المقادير اللي انا عطيتكم كامله ديال كيلو ديال الدقيق ديال الحلوى ديال البهله. ومن طبيعه الحال الدقيق خاصو يكون مغربل ويكون الفورص يكون مزيان، يكون من نوعيه مزيانه، ما يكونش ديال العبار. بسم الله. دابا هي غادا نخدم الزبده مع السكر السنيده كيف العاده. بسم الله. تدير ليا السنيده ما تبقاش تبان، تدخل مع الزبده صافي، وعاد ندير الزيت. هذه الطريقه اللي كتكون شويه بحال الزبده اللي كتكون شويه قاصحه، هي كتجي زوينه في الحلوى، ولكن كتبغي الصبر بحال هكا غير بشويه. ملي كنبداو نديروها صافي راه كتطلق من بعد. دابا مني درت الزبده مع السكر سنيده كنبقى عليها غير بحال هكا بالكف حتى كتطلق، راه دابا كتطلق ما كتعطلش بزاف. دابا غادا ندير الزيت بشويه بشويه. الحلوه البهله قد ما كانت شويه هي كتبغي تدلك مزيان وكتبغي تخدم يدخل معها الزبده والزيت مع الدقيق، قد ما كتجينا ملي كطيب كتجينا ديك الشده ملي كناكلوها ما كتفرتش لينا، كنعضوها كتكون زوينه كترمل، ولكن ما كتكونش هشيشه وكتهرس. مزيان حتى ما تبقاش تبان ديك الزبده كتكون بحال هكا باقا حبيبات. دابا غندير شويه الخميره، شويه داك الرويز ديال المعلقه صغير، وغادي ندير شويه الملحه، ندير القرفه. انا كتعجبني في الغريبه، كتعطي واحد البنه زوينه. بسم الله. ديال زلافه تاع اللوز
والجنجلان. الدقيق غادا نبدا ندير بشويه بشويه بحال هكا نعجنها كيف قلت لكم. هي راه ما خاصهاش تكون كتبان لنا غريبه نهزوها نكورها، لا خاصها تكون شويه مرمله العجينه. وملي كندلكوها وملي كنكوروا العجينه ملي كطيب هذاك هو السر ديالها، خاصها ما تكونش في الاول ديالها نهزوها بحال الغريبات الاخرين. هي كتبغي تخدم مزيان. والخميره غنخليها حتى نبدا ندلك عاد نديرها. بسم الله. صافي دابا غادا نبقى ندير الدقيق بحال هكا بشويه بشويه تنجمعهم. دابا جمعتها وغادي نشوف اذا كان خاصني الدقيق نقص. المهم خاصها كيما قلت لكم تكون شويه تحسي بها مرمله. غادي ندير الخماره، خليتها هي الاخر باش ندلكها. انا دائما كيلو كندير فيه 3 الخمارات. بسم الله. ديك المره كنت درتها في العجانه ودابا غنديرها غير بيدي. غادي نزيد واحد شويه دقيق. من الكيلو اللي انا كنت حاطاه. صافي نبقى بحال هكا ندلكها، ندخل ليها سميتو هذا الخميره وهادشي الدقيق اللي درت وندلكها مزيان. هي كتبغي تدلك صافي نبدا نخدم. بسم الله. المهم الدقيق راني درتو كله اللي حطيت، بقيت عليها تنخلي الدقيق كله. كنحسوا بها مرمل ولكن في نفس الوقت كتجمع لينا، ماشي كنحسوا بها ثقيله. بسم الله. صافي دابا نديرها في كور بحال هكا، نبقى ندير فيها بايدي نعاود بحال هكا ندلكها. ومنها باش كتجمع ليا لحقاش انا خليتها شويه دايره هذا شافتني صابلي جات مرمله. بسم الله. بحال هكا
عمروها السكر كلاصي هو اللي كيزيد كيشققها، هي اصلا كتشقق ولكن كيزيدها كيعطيها واحد الشكل ديالها زوين. نورك على غير واحد شويه ماشي بزاف. مني كنبداو نعجنوا الغريبه كنشعلوا الفران وكنخليهم، بحيث الغريبه كتبغي الفران يكون سخون، سوا ديال الضو سوا ديال الكاس. ومني كنديروا الطاوله الاولى ديالنا كنديروها الفوق وكنطفيو لتحت باش الحلوه تفرقع، وكندير الفران ديال الضوء على 180 درجه. الغريبه كتجي شهوه منها، ما غنقولش لكم ريحه القرفه كيفاش عاطيه فيها. والشكل ديالها كيجي واعر، كتجي مفرقعه كاع اللي ما كتفرقعش ليه غريبه ان شاء الله تولي تصدق ليه وتجي صادقه بحال هكا. ما شاء الله عليها، جات واعره جات زوينه. السر ديال الغريبه في العجينه ديالها هو ملي كنعجنوا العجينه ماشي كنعجنوا ندوروها كيف نكوروها كيف الغريبات الاخرين، لا هي البهله علاش كتكون العجينه مرمله وكتبغي تليك باش هذاك الزبده والزيت يدخلوا في هذاك الكميه ديال الدقيق اللي حنا دايرين فيها باش كتجي هذا ملي كطيب كتجي كما كنقول كتجي كتقرمش وكتجي ماشي كتفرتت لينا. الا مشينا قوينا فيها الزيت والزبده بزاف راه كتجي رطبه وكتجي هشيشه بزاف وما تجي زوينه. المهم غريبه كتجي زوينه صادقه 100%. اللي دخل شاف الفيديو يدير لايك، شجع القناه باش دائما نصور معكم. راكم كتشوفوا الفيديو ولكن ما كديروش ليا لايك، لطفا منكم ماشي امر مني، غير لايك كتخلي الفيديو كيطلع وكيشوفوه ناس اخرين. ان شاء الله نتلاقى معكم في وصفه من الوصفات اللي كندير معكم اللي هما صادقين في القريب، ومع السلامه.